مؤخرا غتكون تفرجتي في شي فيلم مغربي وضحكتي، ولكن الا سولتك على القصه والاحداث والهايلايتس ديال الفيلم غالبا الذاكره ديالك غتقول لك هق مشى، بحال اي ريل ديال 30 ثانيه في الفيسبوك، على عكس شي افلام اجنبيه كوميديه اللي شفتيها هذه اعوام ومازال عاقل على التفاصيل ديالها. واخا الثقافه مختلفه ضحكتي وعقلتي علاش ضحكتي. في هذه الحلقه غادي نهضروا على واحد الظاهره اللي غرقات السينما المغربيه في واحد التشوه ثقافي مهول، كوميديا تفاهه. تبع معايا غنفرقعوا الرمانه في هذه الحلقه وغادي نديروا تحليل. ودابا غيبدا الفيلم. الاعوام التاليه ولات القاعات السينمائيه عندنا عامره بافلام كتسمي راسها كوميديه. علاش كاين غير الكوميديا؟ حيت اخي محمد في المغرب الافلام اللي كتربح كثار هي الافلام الكوميديه، وهيدا داير المغرب اخي محمد. الامنيه ديالي هي يعيش قصه حب بحال الفروج، ماي فريند، 30 مليون، انا ماشي انا، البطل، ولا ليست طويله. بغيف هاد الافلام كتركز على الباس، كتستعمل حوارات سطحيه كتجيبها من الحليقيه ديال السبعينات الى قاعات السينما المغربيه. انا مع العصابه. ولكن السؤال هو واش بصح الجمهور المغربي كتعجبو هاد النوع ديال الكوميديا؟ وايوز انيفرسير مسعود. لقى شي ممثل مغربي مسكين مخبع مور شي مريو، مراتو باغيه تشير عليه بشي صنداله، ولا شي جلسه في صالون فيها شي موقف ساخر اللي تعاود في شي 27 مسرحيه و14 فيلم وشي 7 د المسلسلات. ملي كنقولوا كوميديا تافهه ماشي كنقصدوا اي فيلم فيه الضحك. الكوميديا التافهه هي اللي مبنيه بنكت جنسيه جسديه ما عندها حتى شي بعد ثقافي، بحال شي نكته قديمه ضحكتي عليها ونسيتيها. كيشدوا ممثلين واعرين اللي نقدروا نشوفوهم في بيرفورمانس واعره كيحطوهم في مواقف كيبانوا بحال الكراكيز. سيناريو ضعيف، افلام من اخراج العرجاوي لتصوير الاعراس والمناسبات. الهدف الوحيد يضحكوك بلا ما يخليوك تفكر، بلا ما يوصلوا لك حتى شي فكره. مالك حمق، نضحكوك ونوصلوا لك الفكره وتكيس علينا السي المتفرج. واللي كيزيد يفقسك هو نفس الممثلين في كل فيلم، نفس الاداره الفنيه، دوك القوامش في الحمر، الكرافطه في الزفزوفي، الصباط في البلعماني، وشي حيط صفر وشي فوتوي في الفاختي. عالم عايشين فيه غير هم، كتحس براسك كتفرج في نفس الفيلم كيبدلوا له غير العنوان. يا اما المشكل كاين في الفرص اللي كتعطى لنفس الناس، كيبقاو المخرجين والكتاب الشباب اللي يقدروا يعطيونا افكار جداد ونظره جديده كيتهمشوا نظرا للاحتكار ديال الناس اللي تشاركوا في نفس الفكره، اللي هي انهم يفرجونا ويضحكونا بلا ما يضربوا علينا شويه ديال التمام. ندخلوا شويه لداخل ونديروا تحليل الافلام مع احتراماتي لبعض الفنانه اللي شاركوا في هذه الاعمال، الا ان النقد موجه للمشروع بعيدا على الناس اللي داروا خدمتهم في هذه البروجيات. ولكن الحوته كتخنز الشواري ويد واحده لا تصفق. مثلا فيلم الفروج، بلا ما نهضروا على العنوان اللي كينتقد راسو، ولكن الفيلم كتحس به تصور في 2002 وحطوه لينا في 2015. مواقف هزليه قديمه، هي مدز القطاح وكل شيء مبني على الارتجال وما كاين حتى شي ابداع. كل شيء مبني على الارتجال، بحال الا كانوا مريحين في القهوه وناضوا مشاو صوروا فيه. ماي فريند كوميديا ديال السكيتشات اللي كتعاود، الزوايا ديال الكاميرا كتحس بلي كيف كانوا مشغولين، عندهم شي عراسيه يصوروها مع السته، ضروري خص يساليو باش يمشيو يضربوا بريكول. اللي وقع في مراكش يبقى في مراكش. مسرحيه ديال لي زيكول بريفي، حشومه عليكم تعداو لينا على ممثلين عزاز علينا بحال رفيق بوبكر وعزيز حطاب. بونجور مسيو لو سيناريست، هاد الفكره هادي كلاوها الناس وهضموها ومشات لواد الحار. انا ماشي انا، فيلم كاريكاتوري انسبيري من كوميديا داروها في مصر في التسعينات، حاولوا يصنعوا الغموض ولكن كتحس بواحد الجفاف الابداعي دماغك غيجيه العطش. البطل خلطوا الاكشن والكوميديا، ولكن النتيجه كانت فيلم ضبابي ما كيخليك تحس بوالو. صعيب تحس بالشخصيات وتشوف راسك بينهم، ولكن واحد الجزء كبير من المشكل هو غياب النقد ديال بصح. ما كاينش مجلات سينمائيه اللي عندها وزن ولا منصات مغربيه، قليل اللي كيتبعوا الانتاجات وكيحللوها وكيكتبوا عليها. هاد النوع ديال الكوميديا كيسبب 3 ديال المشاكل كبار تؤدي الى فقدان الثقه في السينما المغربيه بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا بوعي وكيقلبوا على الجوده، كيتسبب في غياب التنوع في المواضيع، وغنبقاو واحدين في التير اللي كيشوه السمعه ديالنا قدام البراني. البعد الثقافي ديال المغرب ديالنا غيبقى وراء الجدار وكيخلي السوق محتكر لنفس الوجوه، فعاود ما يعطيو الفرصه لوجوه جداد ولا مواهب شابه، حيت المتفرج الا شاف وجه جديد في لافيش ما غاديش يدخل يتفرج. المنتج من حقه يخاف على رزقه، قال لك زوقت بها. الفلوس اللي نخسروها في شي فكره مزيانه ونطوروها ونجيبوا الخبراء ونعطيو فرصه للشباب، نجيبوا الممثل فلان عزيز على المغاربه وكيعرف يزيد من راسه باش يغطي لنا على الحموضه اللي كتبسي السيناريست. وهاد المنتجين كيقولوا حنا كنصوبوا داكشي اللي كيبغيه الجمهور، ولكن السؤال هو واش بصح الجمهور هو اللي اختار ولا غير ولفتوا على هذا النوع ديال الضحك السهل والرخيص؟ حيت مسكين ما عنده فاش يتفرج كيقضي بكم على ما يدير الله شي تاويل ديال الخير. ما بين منطق الربح ومنطق القيم الفنيه السينما المغربيه ضاعت في الوسط. المخرجين الشباب اللي عندهم افكار جديده كيتهمشوا وما كيلقاوش فرصه. ولات الصوره النمطيه اللي عند بزاف ديال الناس هو ان الفيلم المغربي يساوي الضحك التافه. الكوميديا ماشي هي المشكل،
المشكل هو الاستسهال. السينما راه وسيله باش نصوبوا الوعي وباش نتفرجوا في فيلم، ما كيعنيش ان خاصنا نحبسوا عقلنا. السينما الكوميديه راه من اصعب الانواع في الكتابه والاخراج، ولكن في المغرب اللي واقع هو ان بعض الكوميديين ولات عندهم الامور سهله بزاف. الا نجح له سكيتش في فيسبوك غدا غيولي مخرج وغتلقى الافلام ديالو في قاعات السينما كيتعكل في الدروج وكيبان داير القبض في السبيطار وانت خصك تضحك حيت هو طاح. الناس سالا عندهم رصيد ديال الضحك في السيت كومات ديال التلفازه ومشاو يدوزوا للسينما غير باش يقولوا للمستشهرين احنا باقيين هنا، بحال محطات عبور قبل ما يرجعوا للتلفازه من جديد. والمشكل هو ان المتفرج المغربي في الغالب ما كيشوفش فيلم بصح، كيشوف غير تجميع ديال السيت كومات على شكل فيلم سينمائي مصور بطريقه بدائيه. وليت كندخل للسينما خاصني ضروري نطفي دماغي ونرجع بالزمن 2001 باش نضحك بحال شي بهل. وبزاف ديال المهنيين والسينمائيين كيطالبوا المركز السينمائي المغربي باعتباره المؤسسه اللي كتشرف على القطاع باش ما يعطيش تاشيرات العرض لهذا النوع ديال الافلام، باش ما يبقاش الضحك على الدق ديال الجمهور وما توليش هذه الاعمال كتكسب الشرعيه الوهميه على حساب السينما الحقيقيه. وانت شنو الراي ديالك؟ واش الكوميديا المغربيه بصح كتمثل الواقع ولا غير كتلعب علينا وكتستهزأ بالمستوى ديال المتفرج؟ اكتب لنا رايك في التعاليق، بارطاجي الحلقه مع الناس اللي كيعشقوا السينما بحال اللي كيعشقوا الضحك. شكرا.